بعدك انا نخرع له نعتذر له نقول صاحب المثل الضرب يبكين وجيزه وشتكين. يا عز الله يحفظك، لا تكونش يكبر المشكلة وهي صغيرة، ويقولهم لكل مشكلة ولها حل. وبعدها يا عزين ما يصلحش انت انسان عاقل وتعرف الوصول ولا لا يا عصا؟ ايوه مشينا بعدك، واللي ما يمشي مع الرجال ما هو رجال. ايوه هكذا نسبر الامور وبعدين تصحب قرية. جهيش يمكن ما هلوش اللي هلوه بس يكون ما سمعش. يا جهيش يمكن ما هلوش اللي هلوه وجهيش خلاص يمكن ما هلو ولا يا محمد مشتاق. لا ما ابو شيء، بس اللي ابو موضوع. تعال بعدنا. لوين اجي بعدكم وايش هو من الموضوع؟ تعال بعدي واحنا نتفاهم. يلا لا اغلق الباب. يا دحين كلية دحين وانتوا بزوني وين؟ جي بعدي وبس. يوم انت على هرمتهم في الطريق تمكنني انتوا بزوني. دحين قل لي للمطلب كان يوديكني لا تزوا، انا مشغول معي عمل. اسمع، لا تسأل عن سوق وانت واصل الي. مالي طيب متى نوصل للسوق هذا؟ اسمع، ايش بينك دلحين انت والعزي وعصا؟ والله كلمهم. الايام ما تعمل خير تلقى شر، قالوا نحن خسرنا. يا عزيزي ما ظن خبر. دلحين انت يا جيش كم كلف حق العلاج وحق الربا؟ حوالي 30,000. خلاص ادباك يدولك نص المبلغ، يعني 15,000. خلاص تمام يا محمد، وما دام احنا مشينا بعدك انا علي 7 و5 تكون ادبي. خلاص انا ادبي 7 و5 وانا اقول له يفضل اثنين يتضاربوا الذين فات بينهم. خلاص دلحين مع ابو شين وعاد الساقي باقي، انتوا اصحاب قريه يلا تراضوا. يا ابو بينكم قوموا تراضوا، هي قوموا تراضوا. لكن الله شكلك في سبيل كذا نعمل مشاكل. كيف الغطاء كيف الغطاء ده قسم في الشلة، لكن الخبر ما تعجبني شنو مو فعلك قاشنا. المهمة هتتم بس جا واحد آخر اللحظات مصابح من أول يوم. لا حضرت من شيدا. اسمعني الخبر الحقيقة الخطة الإلكترونية ما تفشل فيها أبدا. لحد برقص يا اشترك نقلنا مالك تشرح هذا في انت اسمعني الخبر خير والله صلنا على النبي، صلى على النبي يا مربوش. ما حيجي ما لا عاد خلينا نتمازح حتى يوم. اسمعني مربوش ما يعرفش المزاح. هذه مهمة الابتزاز الإلكتروني مهما كانت ما تفشل حبيبي. تمام لا خلاص يا مربوش، مهني هذه المرة ورجن علي. اسمعني هذه المرة شام لكن المرة الثانية مش لك شوية. الخطة الابتزاز الإلكتروني هذه تشيل انسرات مصمح ما تصيرش مثلك فعلت الخبر. أنا ما تعجبني شوية آخر مرة.
قزع بلاد وخلينا المطبخ من نعمك والله ما عندي سيارة. السلام عليكم. كيف أنت؟ والله الحمد لله تمام. كيف أنت؟ كيف أمورك؟ كيف؟ خير يا شيخ. إن الخبر هذا متأكد منه؟ يلا خلاص تمام مع السلامة مع السلامة. يلا. خير يا شيخ مو بو. مالك غضبك يا شيخ؟ إمام الجامع القدوة حق الجامع طلع مدرسة إبليس بكله. كيف يا شيخ مو تقصد؟ عماد بس كل حاجة من القرية ويكذب على الناس باسم المساكين وهرب. يا شيخ عندي لك خطة ما خطرش على باله. ايش الخطة اللي ما فكرش على بالي؟ يا شيخ نضرب عصفورين بحجر واحد. عماد هرب والبيت للمن سجلوا باسمه. والله خطة ما فكرش على بالي. لا قل لي ايش يوقع لك ابليس؟ بن خالي وانا يا شيخ خدامه. دحين مو بينك يا ابني ما قطابة على ده يتكلم. هذا معك. دحين مو في علم نسب الموضوع حقي. اي موضوع؟ يا ابني واحنا مو قلنا. هذا لقى جهز العمرة ما يوقع الا خير. ايوه جز لك على الغمضة انت. قاهي جاهزة وقا كل شيء جاهز مو عباقين. طلعن معي 50 جنيه ذيب تجي تبزان. على طول ما تبين وقتك. طلعن يلا تمضوا هذا تجي تبزوان. على طول شوي وانا مالي من كم الجنيه؟ نكمل مشتي. كيف من كم اشتك لا قل لي من كم الجنيه؟ يا رجال بيش اللي وفت كلمة مو بكا حق واصل. وتقعدوا صاحبك والكل. هذا كلهن حقين تبعنا كلهن. يلا انا ولا راعي لكم موجوكوا وكمان راكن. البيس الحرام ما تخرج الا حرام. منين ادبر البيس والعلاج يشتي مبلغ. والحال يا زياد والحال كيفه؟ إن كلمك الشيخ ما يشتري إلا بمقابل وأنا ما معي ولا حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ياك بعوق عمك هازيا. هي مو بينك هازياد ما اللي جاوبني. مو أقول لك مشكلك يا عم علي. العلاج يشتي مبلغ وأنا ما معي ولا ريال. وانت كان انت تشتغل بعد الشيخ خليه يشرفك انت ترجع تديله. تقول يا عم علي الشيخ عايرضي يسلفني ولا لا؟ انت اخبار كيف تشتغل معه وتنصب معه كيف ما يرضيش يسلفك؟ يا عم علي أنا أشتي عال قمي بيس حلال. أصلا أنا قابطلك أشتغل مع الشيخ والمنصابة. ما دام الا انت تفرق بين الحلال والحرام اعلم الله ان كنت بيا بلا. يا انت يا حمد نلغي بالعسين لا منك لا رساله ولا مكالمه. انت داري يا صاحبي كيف العمل كيف الشغل كيف الحياه انت داري. ما لا غيبك علينا زياده بالقريه ما هلاك. والله 24 ساعه يا صاحبي اننا بالجوهان. اسكت والله ما لا حول ولا قوه الا بالله. الله يزكي عقولنا بس تحتاج مني شيء. الله معك يا حمد. يلا إن عادك تهددني يا زياد. أنا أعلمك يا زياد أنا أعلمك.
اسمع الكلام كله معاك من الألف للياء، وتسرح مو تعمل متسبر. خلاص تمام الآن اتحرك. لكن طلقة الشيء أمور بيضة تمام. وضع صوت المرافقة قشق بيت الإمام. لا للساكيلين. مو القصة هذا بيت عماد، ايش دخل الشخبه؟ يا جهيش لازم تحرك نفسك، الإمام والشيخ معاهم علاقة. والله النادي بين قصة.